بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح الفل والسعادة على أحلى اخوات ومتابعين. صباحكم زي الفل إن شاء الله. مرضتش أغرس نخلة لوحدي النهاردة في الجنة، قلت أفكركم معايا ونغرسها سوا عشان نبقى صحبة في الجنة إن شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. صلتوا بينا على النبي بقى. تعالي ما أقولك أحلى خلطة وأجمل خلطة أو تتبيلة ممكن تعملي بيها صينية الأوراق المشوية في الفرن، بجد في منتهى الجمال. زعلانة قوي إن أنا ما قلتهالكوش ولا صورتهالكوش قبل كده. بجد خلطة في منتهى الجمال. شايفين شكلها عاملة ازاي؟ بجد تتاكل كده لوحدها حاف قبل ما تستوي، امال لما تستوي مع الاوراق هتبقى عاملة ازاي؟ صلتوا بينا على النبي. تعالي ما نقولك طريقتها عاملة ازاي. اول حاجة، شايفة الصينية اللي قدام حضرتك دي؟ هتجيبي صينية على النار، تكون النار ما تكونش عالية قوي، هتضيفي فيها شوية زيت صغيرين، وهتضيفي معلقة سكر. ايوه معلقة سكر. طريقتها النهارده بالبصل المكرمل او السكر المكرمل، بتدي طعم ولون وريحة في منتهى الجمال لصينية الاوراق، بجد كده بتبقى خطيره. هنضيف شويه زيت في الصينيه، وبعد كده هنحط معلقه كبيره من السكر، هنسيبها كده على نار هاديه لغايه ما يتكرمل. يعني ايه يتكرمل؟ لغايه لما تاخد معايا لون لون البني كده الفاتح، ولا تخليه غامق قوي ولا فاتح قوي. صليتوا بينا على النبي. وبعد كده هنزل بحوالي 5 بصلات كده متقطعين جوانح، هنقلبه شويه كده مع مع معلقه السكر اللي احنا كرملناها، تشويحتين كده او تقليبتين كده. وبعد كده هنزل باربع قرون من الفلفل الاخضر. عندك فلفل اخضر، فلفل اصفر، حابه تحطي معاهم قرن فلفل حامي، دي بيكون حسب الرغبه. هتقلبي كلهم كده مع بعض بقى، وهتنزلي بفص واحد توم تقطعيه. ايوه فص واحد توم بس هتقطعيه على البصل والفلفل، بيدي طعم وريحه حلوه جدا جدا. ومعلقه كبيره من صلصه الطماطم. هتقلبي كل المكونات دي، واهم حاجه النار تكون معاكي هاديه، هتلاقي الحاجه كلها دبلت معاكي. تعالي بقى نضيف البهارات. بس قبل ما نضيف البهارات، هتضيفي معلقه كبيره من دبس الرمان اذا كانت موجوده او متوفره عندك. مش موجوده خلاص مفيش مشكله. هنضيف ملح وفلفل، دي شيء اساسي، وعود القرفه اللي انا بوريه لحضرتك دون كمان معانا. وكمان هنضيف ورقتين من ورق اللورا، وكمان مكعب مرق الدجاج، وكمان بهارات فراخ مشويه. مفيش اكتر من كده. حابه تضيفي اي بهارات بتحبيها تضيفيها على صينيه الاوراق المشويه تقدري تضيفي. هتعملي فتحات زي ما انا وريتك كده في قلب الفيديو وانا بتبل الاوراق عشان تتطعم وتشرب من قلب التتبيله. هتعملي التتبيله او الخلطه اللي احنا عملناها، بس هتسيبيها بتاع حوالي ربع ساعه تبرد قبل ما تمسكيها بايديك او تدعكي بقى الاوراق. سيبيها تبرد وتهدى شويه، وبعد كده تتبلي بقى الاوراق وترصها بقى في الصينيه زي ما انت شايفه كده. واجيبي هنا معلقتين كبار من الكاتشب. ايوه الكاتشب بيدي طعم حلو قوي، مزازه حلوه قوي للاوراق، هندينا بها كده ولون حلو طبعا للاوراق. وبعد كده معايا هنا كوبايه ميه دافيه عليها مكعب مرق الدجاج. طبعا احنا ضفنا الملح، ما نكتريش ملح عشان احنا ضايفين مكعبات مرق الدجاج. هنقلب مكعب مرق الدجاج كده في قلب الكوبايه، وهننزل بقى على الاوراق وهنعمل فيها فتحات كده عشان خاطر كل الميه تنزل تحت الاوراق وتستوي تسويه كويسه. صليتوا بينا على النبي. هنهز كده الصينيه كده عشان كل المكونات تبقى مع بعض كويسه. ايوه كده بالمنظر اللي انت شايفاه دون. بجد طريقه الفراخ بالسكر المكرمل في منتهى الجمال. اديتها غلوه واحده بس على البوتاجاز، وبعد كده دخلتها الفرن، ولعت عليها الشوايه بس اللي تحت. اول ما بتبدا تستوي طبعا الاوراق معاكي بتفتح من العظم او بتفصل من العظم زي ما انت شايفه كده، وبتبدا تاخد اللون اللي انت شايفاه الجميل دون. لما خدتش اللون بعد ما استوت اللون اللي انت شايفاه دون، بتقدري تطفي عليها من تحت وبتولعي عليها الشوايه من فوق. بتبقى حلوه جدا جدا جدا. وبفرشه بقى تدهني من الزيت اللي نازل منها والدهون بتاعتها على وش الاوراق، هتديكي اللمعه اللي انت شايفاها دي. بجد طعمها والكاتشب بيخلي لها لونها حلوه زي ما انت شايفه كده، وبتدي مزازه حلوه جدا للوراك. بجد طريقه السكر المكرمل مع البصل كده بتدي لها طعم حلو جدا جدا جدا. معكم دودو من المنصوره. اتمنى تشتركوا في القناه وتعملي لايك للفيديو.